because I want to be great. And you're not. I want to be one of the greats. اليوم بزاف ديال الناس كيربطوا النجاح بالمثاليه وبالكمال، وكيامنوا ان الوصول للعظمه خاصو ضروري التضحيه، وخاصك شي مرات تضحي بكل شيء. ولكن واش البيرفكشن، واش الكمال فعلا طريق للنجاح، ولا ممكن تولي هوس كيحطم الانسان؟ غنعالجوا هذه الفكره اليوم مع الفيلم ديال ويبلاش من خلال القصه ديال اندرو، موسيقي شاب اللي كيحاول يولي احسن عازف موسيقى في العالم، ورحلته مع الأستاذ اللي كيآمن أن المعاناة هي الطريق الوحيدة باش توصل للعظمة. الفيلم كيبدا كيورينا واحد الدري اللي عنده 19 عام. هاد الدري سميتو اندرو. هاد الدري هذا بغى يكون احسن عازف موسيقي في المجال ديالو، وغادي نعرفوا بانه باش يوصل للهدف ديالو كاين بزاف ديال التضحيات، كاين بزاف ديال الضرائب اللي اندرو لقى راسو كيخلص فيهم بلا ما يحس. الفيلم كيبدا باندرو تيعزف بوحديتو في بيت، شويه كيدخل عليه واحد الراجل قرع. هذاك الراجل هو الاستاذ الكبير ديال الموسيقى ديال داك المعهد اللي كيقرا فيه اندرو. هذا الاستاذ هذا الا هو جابك الفرقه ديالو وليتي كتشارك معاه وفاليد عليه كتولي موسيقي كبير، وإلا ما هزكش او لا ما شاركتيش معاه فالحظوظ ديالك صغيره بزاف. من بعد ما غادي يدخل عنده الاستاذ كما قلت لكم، غادي يسمع له شويه ما غيعجبوش كي ودن الموسيقيه، سمع له شويه هز حوايجو قال له حبيبي السلام عليكم، قال له سلم عليا، سلم عليه قال له تهلا، مشى زاد مع الطريق. هنا كنتعرفوا على بوات اندرو، كنعرفوا بان بوات اندرو ماشي من المشجعين الكبار ديالو لداكشي اللي كيدير ديال انه كيعزف الموسيقى، ولكن في نفس الوقت ما مانعوش، يعني كيقول له الا انت تدير هادشي انا غنسبورتيك، ولكن في نفس الوقت ماشي شي داعم اللي كبير ليه. من بعد كنعرفوا بان هاد اندرو هذا ماشي هو اصلا العازف الاساسي في هذيك الفرقه اللي كيلعب فيها، كنعرفوا بانه هو بحال قلتي كيلعب احتياط، فهمتيني، بحال هو تيشد الاحتياط تيلعب شي بدكه البدلاء. نهار الثاني اندرو جا الزار ديال العالم كامل. غتقول لي كيفاش اندرو جا الزار ديال العالم كامل؟ غنقول لك شنو وقع. اندرو كان كيعزف مع الفرقه ديالو المبهدله، مع كامل احتراماتي لديك الفرقه، شويه هو يدخل اعظم استاذ في ديك المدرسه، الاستاذ الاقرع. دخل كليتشر، فهمتي الهيبه، كنقول لك دخل كليتشر، هذاك الاستاذ اللي كان كيقريهم ما بقاتش عنده قيمه، ولا بحال قلتي بحال شي دوميه تما. دخل كليتشر بدا تيقول له انت عزف انت عزف انت عزف انت عزف، كلشي مبهدل، ماشي مشلل، ولكن ماشي في المستوى ديال الاستاذ الاقرع. الاستاذ الاقرع غادي يدور وغادي يقول لاندرو نتايا تم اختيارك حبيبي، سلم عليه. غيقول له لا ما تحمقنيش، غيقول له صلي على النبي، يسلم يدير له هكا، يسلم عليه في يدو كي هكا، وغيقول له يلا سير. يقول له غدا اش درنا؟ يقول له غدا جي مع السه ديال الصباح. يقول له تماما. اندرو دابا ها هو ولا في الفرقه ديال الاستاذ الاقرع، اعظم استاذ في العالم. وفي نفس الوقت من بعد هذيك الليله اندرو غيدير الجاك بوت. غتقول لي كيفاش اندرو؟ واش ربح اللوطو؟ لا، ولكن بحال اللوطو غادي يمشي غيوقف على ديك اللي خدامه في السينما، غيقول لها تشي، غتقول له مالي؟ غيقول لها بغيتك. غتقول له صلي على النبي، غيقول لها بغيتك. غتقول له دابا انت اش بغيتي فيه؟ يقول لها بغيتك انت بغيتك انت، غتمشي معايا دابا. تقول له ودي صلي على النبي، يقول لها قلت لك لا، قالت له يلا يا سيدي نديروا لك الخاطر، ماشي مشكل نديروا لك الخاطر. زادت معاه تمشاو انت نضحك معاك. مشى عند هذيك العشيه، مشى ودوا مع هذيك البنت، وهذيك البنت غادي تقبل انها تخرج معاه، وغيعرض عليها اندرو بيان سور، غادي يقول لها واش تبغي تخرجي معايا، وهي غادي تقول له واخا. هنا كيبداو التسعود، كيدخل في الليتشر او الاستاذ الاقرع، كنشوفوا بحال شي بوليسي داخل عليهم باغي يخلي ضربوهم، كلشي مخلوع. قال لهم جبدوا، بداو تعزفوا ليا، كلشي غادي يبدا يعزف، كلشي تيقفقف تما، كلشي تابت شاد، اللي تفافى كيجيب الزلافه مع هذا الاستاذ. باش نكون معكم صريح، الاستاذ هذا كدير ها تيصيفطك، تيقول لك انت جمع حوايجك سير تلعب، وكيدوي بالاداب. وهذا الاستاذ معروف عليه انه كيدوي غير بالاداب وباحترام، وكيجبد ديما الوالدين. يعني مثلا غتغلط غيجي غيدوي لك على والديك ولكن باحترام، غيقول لك مثلا الوالده ديالك غيجبدها باحترام، غيجبد لك مثلا الوالد كلشي العائله كامله غيجبدها لك باحترام. هادو من مميزات هذا الاستاذ، وما بين الجوانب اللي كيغطيها هذا الفيلم واللي مهمه بزاف. وهنا
اندرو البطل ديالنا غادي تكون اول مواجهه ليه مع الاستاذ الاقرع. هنا غادي الاستاذ الاقرع غادي يدوز من داك الاستاذ اللي كان كيشجعو وتيقول له انت يا بغيتك في الفرقه ديالي وانت يا راك مزيان وانت يا راك برافو عليك، اللي صيفط ليه الكرسي. الا ما تحمقنيش والله صيفط ليه الكرسي. ودابا الا دوزت لك في الفيديو، يلا الا دوزت لك في الفيديو كرسي راه غير تزقل، راه غير شويه كان مشى فيها. هنا غيبقى الاستاذ الاسطوره الاقرع تيبوانتي على اندرو، غيبقى يجبد ليه مو بالحسنات، غيجبدهم كاملين بالحسنات. من بعد ما غادي يسالي وغادي يبان لنا اندرو مشى رجع تيتريني، وهاد المره من غير انه تيتريني كيحاول يضغط على راسو، وكنشوفوا بان اندرو تيتجرح ومع ذلك كيكمل. من بعد اندرو تيمشي تيجلس مع البنت ديال السينما سميتها نيكول، تيجلسوا تيديو ويجيبوا في الهضره شويه. وفي نفس الوقت كيفاش هاد الكونفرساسيون هادي اللي مهم فيها هو كيفاش اندرو عارف اشنو هو باغي في حياته، او لا كيحسب راسو انه عارف اشنو باغي في حياته، ولكن البنت اللي قدامه كتقولها وكتعترف بها، كتقول له انا ما عارفاش اشنو باغا في حياتي. وهنا كنعرفوا بان اندرو ما فهمش شنو بغات تعني بانها ما عارفاش شنو هو الهدف ديالها من حياتها. من بعد اندرو هو كان بحال قلتي دوزيام ديفيزيون، كان هو كيهز الطابلو اللي فيه النوطات، كيهزو بحال قلتي بحال الخدام. ولكن واحد النهار كانوا غيعزفوا وهو كان هاز الطابلو وتلفو، والاستاذ ما رحمش هذاك مول الطابلو. من بعد شهر غادي تعيط له البنيته ديال السينما، غتقول له اندرو شتك تلفتي، شتك توضرتي عليا، انت فين وانت نشوفوك كي داير، نسولوا عليك واش مازال حي، واش انت لاباس. ولكن في نفس الوقت اندرو اهم حاجه او اهم لقطه اللي جات من بعد هي اللقطه ديال الاجتماع العائلي او العشاء العائلي اللي كان ما بين اندرو والعائله ديالو، واللي كيعطي بعض الاسباب اللي خلات او اللي دفعت اندرو انه يكون الشخص اللي غادي يكون عليه في النهايه ديال الفيلم. وهنا غنشوفوا كيفاش ولد عمك اللي كيلعب في التروازيام ديفيزيون غير حيت كيلعب في التروازيام ديفيزيون كلشي كيصفق ليه، ولكن اندرو اللي في الاول ديال الجلسه قال على شنو كيدير وقال كيفاش هو كاين في اكبر معهد ديال الموسيقى مع اكبر استاذ المعجزه الاقرع. ولكن حتى شي واحد ما تسوق ليه. السبب هو انه العائله ديال اندرو كانت ديما كترجع وكتسول واحد السؤال اللي مهم، هو واش كتخلص، واش هذا الشيء من وراه خدمه. هو كان ديما تيقول لهم لا، حيت الهدف ديال اندرو هو السعي للكمال. الهدف ديال اندرو ما عمرو كان الفلوس. وهنا غيجي الاختلاف مع العائله ديالو اللي غادي يدفعوا على انه يقلب عليهم الطبله. لا تنضحك معكم، غير غادي ينوض يمشي يطلع البيت وكيبكي. ولكن هذا هو الاختلاف اللي دفعوا لانه يبعد من هذاك الفكر ديال ان النجاح متعلق بكل ما هو مادي. غنعرفوا بان النجاح من وجهه نظر العائله هو نجاح عنده علاقه بكل ما هو مادي، ولكن النجاح بالنسبه لاندرو هو البحث عن المثاليه. ولكن من بعد اندرو ما دوز ديك الليله تيبكي، كيدخل اندرو للدرس تيلقى واحد الدريري جديد. قال له شكون انت؟ ويجي عنده الاستاذ الاقرع المعجزه، قال له شتي هذا؟ قال له غير تفافيتي غادي يبدلك، غنبدلك. قال له غندير لك الاحتياط بالزربه. قال له انا راه يدي خفيفه في داكشي ديال الاحتياط. قال له راه غديرها ندوزك الاحتياط. وهنا الا ركزتوا غادي يبان لكم بان اندرو ما بقاش لابس داك التيشيرت الابيض، ولكن دابا ولا عنده تيشيرت كحل، وغادي يبقى غادي في الالوان وكيتطور. واللون داز من الابيض للكحل اللي كيدل على انه داز من المرحله اللي كان فيها واحد الدري اللي انسان طبيعي بهذا المعنى لواحد الشخص اللي عنده هدف واحد واللي مستعد يضحي باي حاجه باش يوصل ليها وباي واحد وباي شخص غير باش يوصل للهدف ديالو. من بعد اندرو غادي يدوز ديك الليله وداك الاستاذ مضاربين، ضرب فيه ولكن غير بالسب والشتم. ديك الليله غيدوزوها سبا وشتما هو وداك الاستاذ، غادي يمشيو وغادي يتفارقوا. وهنا كتجي واحد اللحظه ديال التحول اللي مهم في الاحداث، هي ان اندرو غادي يمشي وغادي يتلاقى مع ديك البنيته ديال السينما الدريويشه. عرفتوها؟ واش عرفتوها؟ هذيك الدريويشه غير دريويشه مسكينه دريويشه، وغيقول لها شتي، غتقول له مالي انا، غيقول لها انت ما تصلحيليش، غتقول له صلي على النبي، غيقول لي قلت لك انا باغي نولي احسن عازف ديال الموسيقى في العالم كامل. وهي غتشوف فيه غتقول هذا مالو هذا مالو فهمت؟ تقول له هذا مالو هذا، غتقول له ولكن زعما تقدر تكون احسن عازف ديال الموسيقى في العالم، ولكن علاش ما بغيتينيش انا نكون في حياتك؟ وهنا غيقول لها لحقاش انت انسانه عاديه وانا باغي نكون احسن عازف ديال الموسيقى، واذا كنت مع انسان عادي فهو غادي يحبسني باش انا ما نكونش احسن عازف. من بعد ما اندرو غادي يصيفط البنيته الدريويشه كما قلت لكم، غادي يصيفطها يقول لها انت غنشد لك طاكسي صغير وغادي نصيفطك، ما عندي من ديالك. تقول له ودي ما كرهناش زعما الصراحه نجلسوا معاك تبين في قدريري دريويش. غيقول لها بنكون احسن عازف. قالت له صافي حبس تما ما تزيدش فرعتي لي الراس ديالي بالجمله، ناضت زادت مع الطاق. مشى رجع اندرو
كيتريني حبيبي بحال شي حمق مالو صافي اندرو هبل اندرو جهل كما تنقولوا الجهاله وصل ليها اندرو. الليله ديال الدرس الاستاذ غيقول لهم لا هو لا البديل الاول لا البديل الثاني كاملين زرقين. قال لهم نتوما بثلاثه كاملين زرقين. قال لهم نتوما بثلاثه غنصرفكم ما تعطيو. راه مشكله الاستاذ الاقرع راه ماشي ساليش تيبقى يجبد الامهات الاباء كلشي كيجبد وكيبوانتي، ولكن اللي كيبوانتي عليه بزاف كان ديما هو اندرو. كان كيمشي عنده تيجي لحدا ودنو فاش تيبدا يعزف تيقول له انت مك. وهنا اندرو تيبان لينا هو تيعزف وكيعاني نفسيا وجسديا، ولكن كيقدر يكون احسن عازف ديك الليله وكياخد ديك المسابقه وهو اللي تيكون العازف الاساسي. ما سالاو حتى الجوج ديال الليل ومع سالاو وقال لهم الاستاذ الاقرع المعجزه غدا المسابقه مع الخمسه اللي ما جاش مع الخمسه هو يجبد الصمطه. بدا تيحيد الصمطه من السرول. ما يبداو يقولوا صافي حبس ما تزيدش. قال لهم راه والله نجبد. قال له صافي الخمسه هي الخمسه. قال لهم زيدوا حيدوا عليه منا ما نشوف حتى واحد قدام صافي وما يزيدوا مع الطرف. اندرو هو راكب في الطوبيس وغادي للمسابقه كتدخل الحياه وكتقول له حبس حدك تما ما تزيدش خطوه. قال لها اندرو كيفاش ويتبيس له الرويضه ديال الطوبيس. اندرو ناض ضربه بتكريطه مشى كرا طونوبيل وغادي يكسيري باش يوصل، واخا غادي يوصل معطل ب5 ديال الدقائق وهما غادي يكونوا غيبداو يسخنوا. ركزوا عاوتاني على واحد النقطه اللي مهمه اللي ما غتكونوش ركزتوا عليها، ولكن بيرزير كيشوف كل شيء. كيشوف بيرزير قدره ديال انه يشوف، غير القدره الشفائيه القدره الشرائيه ما عندوش، ولكن القدره انه يشوف عنده. اول مره شفناه كان لابس تيشيرت ابيض، ثاني مره شفناه كان لابس تيشيرت كحل، وهاد المره غادي يكون لابس كوستيوم اللي كحل مع قميجه اللي بيضاء. يعني قميجه البيضاء كتريبريزونتي لينا اندرو هذاك الطفل البريء اللي فيه، ولا فيست اللي كيحط من الفوق كتريبريزونتي الشخص اللي هو كيتحول ليه. هذا مخرج بارع قدر ببراعه يبين لينا كيفاش اندرو وهو لابس داك الكوستيوم في هذا الكادر اللي مهم بزاف ديال التبادل ما بين اندرو وما بين الاستاذ وما بين الرومبلاسون ديال اندرو، وكيفاش اندرو هنا بحال كيمثل الشخصيه ديال الاستاذ، بحال كيفاش كيتحول لهذاك الشخص ديال الاستاذ وهو كيسب هذاك الرومبلاسون، حيت اندرو نسى العصيات باش كيعزف في البلاصه فين كرا طونوبيل. وهنا الاستاذ يقدر يعطيه عصيات اخرين يعزف بهم ديال الرومبلاسون او الرومبلاسون الثاني، ولكن قال له غادي ترجع وغتجيب العصيات ديالك. وهذه نقطه اللي مهمه ديال كاينين العصيات ولكن العصيات ديالك انت غادي ترجع وغادي تجيبهم، لحقاش الاستاذ الاقرع يؤمن انه ما عمرك ما غادي تكون عظيم الا العصيات ديالك كتنساهم. هنا اندرو غادي يكسيري وغادي يرجع لفين كرا الطونوبيل وغادي يهز العصيات ديالو باش يرجع وغادي يغني المعزوفه ديالو وغادي لا قلت لك ديما الحياه كتقول له حبس تما، وغادي يبدا جاي راجع مكسيري ولكن غيخرج فيه رموك. سيادي غيضربوا رموك. وزعما الصراحه شوف اندرو دريويش ما نتمناوهاش ليه ولكن ضربوا رموك. وكنشوفوا كيفاش اندرو كينوض وكيجري لحاجه وحده لانه يعزف في ديك المسابقه وما يخليهمش. ولكن الحياه كما قلت لكم اندرو ما تيديرش احسن عزف موسيقي وتيقول له الاستاذ الاقرع الاسطوره المعجزه تيقول له الشتاء، كيقول له انا مالي، تيقول له الشتاء اللي طفرتيه، تيقول له ها هو يدير له هكذا. ناضلو اندرو حس بكتافو ويشدو بغا يبدا يزيد له في داك الوجه، قال له نعطيه الاول الثانيه جا والله شدوه كان غيقتل لينا الاستاذ. واخا الصراحه كيبان لي الاستاذ يخلي ضربو اندرو وبا داروا شكايه والاستاذ داروا له الاقاله من بعد ذاك المشكل. من بعد اندرو غادي يجلس مع الاستاذ ديالو الاقرع المعجزه وغادي يشربوا قهوه. غتقول لي بلاتي قلتي هذا ضربه وقلتي هذا مشى شكابي وهذا جري عليه، انت كيفاش زعما شنو كيفاش هادو يلاه ضربوا والاخر مشى دعاه وجراو عليه من المدرسه وتلاقاو. ايه سيدي تلاقاو. كيفاش اندرو كان سيدي غادي تيتمشى عليه ما بيه دخل لواحد البار وغادي يلقى الاستاذ تيعزف. مني غيشوفوا اندرو غيقول ناري وغيبغي يدير السلت يزيد مع الاستاذ كما قلت لكم سبورتيف شد في راسو دغيا لقى راسو قهوه في قدامه. قال له انت اندرو، قال له ياه يسحب له غيخلي ضربوه، ولكن قال له اجي نشربوا قهوه. بدا يشربوا قهوه. وهنا واحد الحاجه اللي مهمه بزاف، الاستاذ الاول مره غيقول السبب اللي خلاه يعامل اندرو ويعامل كاع التلاميذ ديالو بالطريقه اللي كان كيعاملهم. وهنايا غادي يعطي الاستاذ واحد المثال اللي يقول له علاش تشارلي باركر معجزه، علاش تشارلي باركر اسطوره. غادي يقول له السبب هو انه في البدايات ديالو كان عزف قدام واحد الجمهور. تشارلي باركر حاول يرتجل، حاول يدير عزف موسيقي من الابداع ديالو، ولكن ديك الليله الناس ما عجبهمش العزف ديال تشارلي باركر وضحكوا عليه وسبوه وبهدلوه وقالوا له شتيتا، قالوا له تياتا،
قال له عمرك طفريه، قال لك عمرك طفريه ولا تزيد به، عمرك طفريه ولا تزيد به، صافي عندك تم. هنايا تشارلي باركر رجع للدار ولكن ما تحطمش بالهضره ديال الناس وتحدى الهضره اللي قالوا الناس على انه مجرد فاشل وما عمره ما غادي يطفروا، ما عمره ما غادي يوصل في حياته. مشى ترينا والمده ديال عام وتشارلي باركر كل نهار كيدوز سوايع وهو كيتريني باش من بعد عام يعزف قدام الناس ويبين لهم بانه كان عنده الحق وانه واحد من الاساطير. لو كان ديك الليله الناس ما ضحكوش عليه، لو كان ما كانش غادي يكون عندنا تشارلي باركر، لحقاش كان غادي يرجع، كانش غادي يتألم وما كانش غادي يعاني وما كانش غادي يتحدى، ولكن كان غادي يبقى في نفس المستوى. ولكن باش يحطم المستوى ويدوز المستوى اللي حتى شي واحد ما يقدر يوصل ليه، كان خصو ضروري انه يحطم راسو بهذوك التدريب. يعني كان ضروري خصو يدوز من داكشي اللي داز منه باش يقدر يكون عندنا تشارلي باركر. هنا الفكره ديال الاستاذ ديال باش نوصل للقمه خاصني نوصل للقاع، خاصني نوصل للمذله، خاصني نوصل للكثر من الاحتقار باش نوصل للقمه. وهنا اندرو غادي يقول له واحد السؤال اللي مهم، غادي يقول ليه واش ما كتظنش بان كان قدامك تشارلي باركر اخر ولكن بسبب تعاملك الخايب معاه ما بقاش عندنا حبس، ما بقاش كيدريني حبس. هنا غيجاوب الاستاذ واحد الجواب اللي غادي يقول ليه تشارلي باركر الجاي ما عمره ما غادي يحبس. علاش تشارلي باركر الجاي ما عمره ما غادي يحبس؟ لحقاش الا كنتي غادي تكون تشارلي باركر راه واخا يكون عندك ماشي غير هذاك الاستاذ ولكن يكونوا 10 كاملين تيترينيو بيك، الا انت هو تشارلي باركر ما غاديش تحبس، قادر انك توصل للتضحيات اللي ضحاهم، عارف راسك بان في الداخل ديالك انك انت هو هذاك تشارلي باركر الجاي. فاش غادي يساليو القهوه ديالهم غايقولوا الاستاذ واجي نقول لك، غايقول له اندرو واش بغيتي زعما انا صافي، انا كيقول له صافي بارك عليا انا صافي نمشي نعس انا دارني راسي خليه يمشي الناس. غايقول له حتى تعال نقول لك بالزربه وسير. غايقول له شنو؟ غايقول له غدا راني لاعب واحد المسابقه، غايقول له راه رجعوني للمعهد وغدا راني لاعب واحد المسابقه ولا بغيتي راه لازم. قال له زعما تجي تشارك معايا. قال له اندرو ما يمكنش، كيفاش غنجي نشارك معاك انايا؟ اندرو دور في راسو قال هذا كيفاش انا داير الله مجاري عليه من المدرسه شويه تيقول لي غدا عندي مسابقه بغيتك انت. قال له اندرو زعما كيفاش زعما وذاك اللي عندك؟ قال له حتى داك راه رومبلاسون مدخلو تندوز به الوقت. قال له حتى اللي باغي حتى، قال له حتى واعر، قال له حتى هي، قال له ما كاينش بحالك. اندرو بيان سور غادي يتاق صافي الحياه سعيده. انا خاصنا نعرف واحد الحاجه اللي مهمه، الاستاذ الاقرع المعجزه قال اندرو غدا غادي نعزفوا ويبلاش اللي هي نفس المعزوفه اللي كيتريني عليها اندرو هاد الوقت كامل. دونك اندرو كان مرتاح، قال غيكونوا لي ريكروتور غادي نجي ندوز ويبلاش ديالي زوينه. الغد ليه بداو يعيطوا لي ما كاين غير لي زابيل، هو بدا تيفكر كيقول شكون هي غتكون السكرتيره شكون هذه. يعني بدا اندرو كيما كنقولوا كيدرس. وهنا اندرو غادي يرجع كما قلت لكم يتريني شويه، ما كاين غير التدريب الروز تيتريني وتياكل الروز باش يطلع على بيسيبس، كيبقى يدير دوك ستوريات في انستغرام كذا زعما تيتريني. ما علينا، اندرو ترينا كما قلت لكم. جا النهار الموعود، اندرو عيط على باه وهما كيوجدوا هو يجي عندهم الاستاذ الاقرع المعجزه. قال لهم سمعوا نقول لكم، قال لهم هاد الليله هذه الناس اللي غادي يكونوا حاضرين هما لي ريكروتور. باش كندير الفرنسي بيرزيرك حبس بيرزيرك هكاك. قال لهم اللي تفافه غيجيب الزلافه. هادشي ماشي انا اللي قلتو، قالوا الاستاذ الاقرع المعجزه. قال لهم ما نبغيش الغلط، يعني خصني نعزف باحترافيه اللي بنادم تلفلو. قال لهم بحال هكا، قال لهم تلفوا عليهم. دخلوا اندرو كما قلت لكم داخل كيقول صافي وي بلاش ديالي، وانا يا واش الفيلم كامل وانا كنطحن في وي بلاش ونجي اليوم وما عزفتش مزيان؟ ما يمكنش. وي بلاش ديالي وانا حافظه وهادشي ديالي وتنطير فيه اسد من الاسود كما تنقولوا. صافي جلس اندرو بدا تيوجد ويجي عند الاستاذ وكف عليه ويقول له اندرو، قال له استاذ قلت ما خاصك شي مسكه. قال له انا حمار انا. قال له نعم. قال له واش انا حمار؟ قال له الله يهديك استاذ انت راك. قال له واش انا يا حمار؟ قال له يا استاذ ما داش كتقول يا استاذ راه. قال له واش انا يا انا حمار انايا؟ قال له امك الكلب. قال له انا راني عارفك انت اللي مشيتي تشكمتي بيا. قال له راني عارفك انت اللي مشيتي غادي تتشكم بيا. قال له واش انا يسحبك انا حمار؟ الاستاذ دار عطاه بالدار وبدا كيتمشى. اندرو بدا يطلع معاه الصاد، مازال غيطلع معاه الصاد اكثر ولكن بدا يطلع معاه شويه الصاد. هنا الاستاذ غيقول لهم، غيدور عند الجمهور ويقول لهم غنعزفوا اليوم مقطوعه من غير ويبلاش. اندرو غادي يبدا يشوف على يمين وغيبدا يشوف يسار بحال ميسي كي اناليزي، كيبان له بنادم جابد مقطوعه ماشي ويبلاش ويقول ويلي وزعما هذا الاستاذ المعجزه حشاها ليا. وي حشاها ليه. الاستاذ كينتقم من اندرو وكيجيبو باش يبهدلوا قدام كاع لي ريكروتور ديال الدوله باش حتى شي واحد ما يريكروتيه، باش حتى شي واحد ما يعزلو ويكون مهزله ويكون مبهدل ويتبهدل وكل
كل شيء يضحك عليه وكل شيء طلع عليه. الأستاذ المعجزة الأقرع أكثر وأسعد إنسان ديك الليلة، فرحان أن أندرو كيتبادل وأن كل شيء غير كيشوف، كيقول ما هذا يا هذا، واش هذا تلفات له، هذا انت منين جيتي يا ويلي تسالي دابا. هنا النقطة اللي مهمة بزاف، أندرو من بعد ما كيسالي وكيدير واحد التبهديلة حيت ما كيعرفش يعزف هذيك المقطوعة حيت ما تريناش عليها، كينوض وكيخرج وكيجي عنده باه اللي كيقول له يلا نمشيو، كيعنقو كيساندو، وديما باه هو الشخص الوحيد اللي كان في الجانب ديالو وكان ديما وراه. ولكن هنا أندرو كيرفض انه يمشي في حاله وكيرجع. وهنايا الأستاذ المعجزة بغى يهضر في الميكروفون ولكن أندرو قاطعه وبدا كيعزف احسن عزف. وهنا واحدة من اعظم النهايات السينمائية اللي شفت، النهاية ديال ويبلاش، بحيث أندرو تيعزف، الأستاذ اللي كيدور عند أندرو كيمشي عنده تيقول له غادي نسالي لك الكارير ديالك، ولكن أندرو ما تيحبش العزف من بعد ما الأستاذ بهدلو، من بعد ما كل شيء ضحك عليه، من بعد ما صاحبته اللي كاينه في السينما مشات وخلاته، من بعد ما عائلته ما تاقوش فيه، كيجلس وكيعزف احسن وافضل ما عنده وتينغامس في العزف لدرجه ان الاستاذ ولأول مره تنشوفوا بان الاستاذ هو كيستمتع بالعزف ديال أندرو، هو كيتلذذ بداك العزف ديال أندرو. وهنا كنعرفوا بان الاستاذ هو شخصيه شريره في بزاف ديال الروايات، ولكن في الروايه اللي أندرو تيكون فيها افضل عازف موسيقي كنشوفوا بان الاستاذ كيتحول من هذاك الاستاذ الشرير لهذاك الشخص اللي كيستمتع واللي الجسد ديالو كامل كيتحرك، واللي اكثر من انه كيستمتع بل وانه كيتنازل. واحد الحاجه اللي مهمه بزاف في النهايه كتعني عندها بزاف ديال الدلالات. بعد الاستاذ يلاه جوج ديال الدقائق قبل كان كيقول لاندرو، كيقول له غنسالي لك الكارير ديالك، هو نفسه اللي كيجري باش يقاد ليه ويعاونو ويقيديه في طريق ديال العزف اللي كيعزف فيها، ويحاول وهو معاه يصنع منه هذاك الشخص اللي هو شاف فيه. وكيفاش اخيرا في العينين ديالهم تنشوفوا كيفاش انه أندرو وصل للمثاليه او للكمال في العزف، وفي نفس الوقت الاستاذ وصل لهذاك الهدف اللي كان كيقلب عليه حياته كامله. وفي نفس اللحظه كنشوفوا الاب ديال أندرو، واللي كيشوفوا من هذه اللقطه وهذا الكادر اللي غادي نهضر عليه، اللي فهمت من هذا الكادر هو ان باه ماشي في اللحظه ديال الفرح اكثر من ما هو في اللحظه ديال الصدمه، وكيفاش انه كيشوفوا من واحد البلاصه اللي هي ضيقه. يعني حتى البلاصه منين كيشوفوا هي بلاصه اللي هي ضيقه، يعني كيبان لك بانه بحال ضيق كبير المشاعر، ضيق المشاعر ديال الاب. وكيفاش ان الاب اكثر من ما هو فرحان هو مصدوم وهو مخلوع. علاش؟ لحقاش كيحس براسو بحال الا هذاك الجسر كيفرق بينه وبالابن ديالو اللي دخل في العالم اللي يقدر يخليه يولي العازف الموسيقي الاعظم في التاريخ، ولكن يقدر يكون بحال الاسطوره او المثال اللي كيقتضي به. هنا كيسالي الفيلم وكنطرحوا تساؤل، واش النهايه حزينه او النهايه سعيده؟ بالنسبه لي انا النهايه هي ان أندرو قدر يوصل للهدف ديالو واللي هو يكون المعجزه او الاسطوره الجايه، ولكن في نفس الوقت ورانا التضحيات اللي ضحى بهم، اللي هما صاحبته زائد حياته زائد وقته زائد قرايته زائد عائلته، اللي الا شفنا من خلال هذا المشهد ديال الاب كنشوفوا بانه ماشي تخلى على عائلته ولكن ضيق عليهم المجال ديال التواصل معه. وهذه كانت القصه ديال ويبلاش اللي شفنا معها كيفاش ان السعي للنجاح ليس مثاليا. وكان معكم بيرزر. Because I want to be great. And you're not. I want to be one of the greatest.